مساء السعادة. أنا زيك بحتار في غدا وفطار وعشاء كمان. النهاردة بقى هعمل لك وجبة هايلة. نطبخ ايه النهارده؟ طب هنطبخ ايه بكره؟ تعالى اقول لك بقى على غدوه. بصي هايله يا حبيبه قلبي انت وهي. وجبه النهارده بقى بدون لحوم وبدون فراخ ولا حتى اسماك. وجبتنا النهارده سهله جدا واقتصاديه بسيطه وعلى قد الايد، وصدقيني وجبه هايله. صدقيني وصفه النهارده لا هتزهقي ولا تتعبي من سهولتها. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين، خضارها خضار بسيط، يعني بتنجان على بطاطسايه، قرنين من الفلفل، كام حبايه كده من الطماطم، يعني نقدر نقول من حواضر التلاجة. هجيب بقى راس من الثوم ومعاه كمان نص كوبايه كده من الصلصه او معلقتين من الصلصه ومدوباهم في نص كوبايه من الميه. هنا بقى يا حبايب قلب الوصفه طبعا سهله جدا واقتصاديه وبسيطه. اوعي تتحججي وتقولي ما عنديش حاجه، المكونات كلها موجوده عندك في البيت. اول حاجه بقى بجيب البتنجانه بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وقدامك حل من اتنين، يا تقشريها يا تسيبيها عادي بالقشر بتاعها. طبعا عارفين فوائد الاستاذ بتنجان بعد ما غلى والاسعار ارتفعت كمان. وزي كل فيديو احب افكركم ان البتنجان تفاح الغلابة، وده لانه يحتوي على كمية حديد هايلة يا بنات. اكمل بقى تقشير البتنجان، بس انا هنا ايه، شريحة وشريحة، يعني مش هقشر البتنجان بالكامل، وتقدري برضو تسيبيه من غير ما تقشريه. اجيب بقى البتنجان واقطعه بالشكل اللي حضرتك شايفاه لمكعبات متوسطة. وهنا بقى التقطيع، طبعا عارفين ان احنا كلنا شاطرين ومش محتاجين ان احنا نقطع معاكم البتنجان. فقطعت لمكعبات صغيرة بالشكل اللي حضرتك شايفاه، ودي اول خطوة هنعملها النهاردة في وصفة الوصفة اللي احنا هنعملها. رشيت عليه كده معلقة او معلقتين من الملح، سيبهم على جنب عشان ما يشربش معانا زيت. تقدري بقى تنقعيهم في مية وملح زي ما انت تحبي. طبعا لازم نحط تحتهم مصفى عشان ينزلوا اي ميه زياده في البتنجان. الفلفل بقى قطعته لمكعبات صغيره بالشكل اللي حضرتك شايفاه. حبايه البطاطس هجيبها برضو واقطعها برضو لمكعبات صغيره. وهنا بقى زي كل مره احب اقولك ان انت لو محتاجه تزودي الكميه وتضعفيها مفيش اي مشاكل، كميه هنا على حسب ما تحبي. انا هنا بديكي الفكره وانت ايه تبدعي كده وتفنني. قطعت البطاطس لمكعبات بالشكل اللي حضرتك شايفاه. وهنا بقى ايه, كأننا شايفات جهزنا الحاجة بتاعتنا. ندخل بقى على البوتاجاز بتاعنا، وok او حلة او طاسة الموجود عندك. هتجيبي حلة او اي حاجة وهنبدأ نحط فيها زيت واسخنه طبعا تسخين كويس. وزي ما انتم سامعين الطشة دي طبعا ناس كتير قوي بيحبوه. نزلت بالطماطم كده لمدة دقيقة وبعدها على طول بنزل بالثوم. هنا بقى الروايح ما اقولكيش حاجة بجد هايلة يا بنات. ريحة الثوم هنا بيدي ريحة هايلة قوي، بتبقى طبعا قلبة المكان. مجرد بقى ما الثوم احس ان هو بدأ ياخد لون والطماطم القشرة بدأت تتفصل بالشكل اللي حضرتك شايفاه، هبدأ ان انا ارفعهم على طول من على النار. طبعا الكاميرا موضحة خالص. رفعتهم بقى من على النار يا حبايب قلبي، وعلى طول بقى في نفس الزيت الساخن. انا ما بغيرش الحلة، انا هنا بوريكي لون الثوم. انزل على طول بالبطاطس، ادي بقى للبطاطس تحميره. وهنا بقى البطاطس بتاعتي دي كانت بطاطس لسه خارجه من التلاجة. عايزاكي بقى تقفي جنبها كده وهي بتحمر، لان البطاطس دي بتحمر بسرعه ممكن تتحرق منك. انا محتاجاها تاخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه، مش عايزاها تحمر اكتر من كده. تقدري ان انت تحمريها مفيش اي مشاكل. على ورق بقى نشاف او مناديل مطبخ بخرج بقى البطاطس يا حبايب قلبي بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده. بقى نكون خلصنا البطاطس، ننزل بقى بالبتنجان ونحمره كمان. وعبال بقى ما البتنجان يتحمر الطماطم بردت معانا والثوم كمان. هضغط عليه، شايفين الثوم ما شاء الله مستوي معانا. اقشر بقى الطماطم يا حبايب قلبي بالشكل اللي حضرتك شايفاه، بتتقشر معانا بكل سهوله. السكينه بقى الجميله اللي معايا كده، وابدا ان انا افرم الثوم بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا تقدري ان انت تهرسيه في الصلايه او في اي حاجه انت بتشتغلي فيه بيها. الطماطم بقى هقطعها برضو كده لمكعبات صغيره بالشكل اللي حضرتك شايفاه. حاولي ان انت تنعميها على الاخر. تقدري طبعا تفرميها برضو في اي حاجه، اهم حاجه كده تبقى قطع صغيره او ناعمه عشان ما تضايقكش في الاكل. البتنجان اللهم بارك بدا يدخل معانا في التحمير بالشكل اللي حضرتك شايفاه. نفس النظام اخرجه برضو على ورق نشاف او مناديل مطبخ. خلاص كده تعتبر الوصفه بتاعتنا خلصت. نفس ذات الحله بقى اصفي منها الزيت واجيب بقى معلقه الثوم وانزل بيها بالشكل ده. هنا بقى ريحه الثوم يا بنات هايله بجد هايله.
التومه اخدت معايا اللون الاحمر هنزل على طول بالفلفل وادي بقى تشويحه. وهنا بقى انا ضفت قرن شطه حامي، لو بتحبي ضيفيه، مش بتحبي عادي استغنى عنه. مع التقليب المستمر يا حبايب قلبي الريحه هنا بتبدا ما شاء الله اللهم بارك، الروايح بتكون هايل. اديت بقى للفلفل تشويحه ونزلت على طول بالطماطم اللي انا مقطعه. ما اقولكيش بقى بجد بجد يا بنات الوصفه يعني هايل. مكعبات بقى البتنجان ومكعبات البطاطس اضيفها كمان. كده بقى اعتبر بطبق الاكله بتاعتي او الوصفه بتاعتي. ببدا ان انا اضيف كل الخضار اللي انا حمرته بالشكل اللي حضرتك شايفاه. وفي النهايه بقى يا حبايب قلبي بنزل كده بنص كوبايه الصلصه اللي قلتلك عليها، معلقتين من الصلصه. واحيق الوصفه بقى بتاعتي بملح مبهر، كزبره وكمون وشطه حسب اللزوم. تقليبه بقى محترمه من تحت لفوق ومن فوق لتحت. وبكده خلاص الوصفه بتاعتنا تعتبر جهزت خلاص. اهدي النار واغطي خلاص بالحله. شايفين بقى ما شاء الله القمر اللي انتوا شايفينه بجد يا بنات الريحه هايله. في النهايه كده بقى ازيد حوالي كده ربع كوبايه من الميه. حسيت ان الصوص تقيل شويه فحبيت ان انا اخفه فخفيته بربع كوبايه من الميه. كده خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت يا بنات. تفقس فقستين او تغلي غلوتين وخلاص بقى اللهم بارك. الوصفه بتاعتنا بجد تستاهل بقكم. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي بلايك حلو كده منك، كومنت تقولي لي بتتابعيني منين. ويا رب نكون بنعمل لكم وصفات تنال اعجابكم وبسيطه وعلى قد الايد. الطبق الهايل اللي انتوا شايفينه ده بقى محتاج رغيف عيش بلدي مع بصله كده محطوط عليها ملح وخل، عود جرجير، على شويه بطاطس محمره، اي حاجه كده جنب الطبق ده بجد بتبقى هايله. وصفه سهله جدا وبسيطه جدا واقتصاديه وعلى قد الايد، جربيها ان شاء الله تعجبك. كده نكون عملنا وصفه سهله جدا وبسيطه ومن حواضر التلاجة. طلباتها ومقاديرها كلها موجوده عندك في التلاجة. اتحداكي لو ما قمتيش حالا تعملي الوصف. يا رب فرج بلادي تستعجب له المخاليق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض